فطيرة الفطاطري اللي كلنا بنعشقها بدون عجن ولا تخمير ولا فرن. لزوم جوع اخر الليل لما تكونوا جعانين وحابين تعملوا وصفة تكون سهلة وسريعة، يبقى لازم تجربوا فطيرة النهاردة، بجد تحفة يا جماعة. نبدأ ونشوف احنا عملناها ازاي، بس يا ريت ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة. هنحتاج نص كيلو من الجلاش، ونكون محضرين صينية او طاسة غير لاصقة وندهنها كويس بالسمنة او بالزبدة. وهنحتاج نص كوباية من الزبدة تكون متسيحة علشان نورق بيها الجلاش. وبندهن الطاسة بالزبدة كويس، وبعدين بناخد ورق الجلاش بننزل نص الورقة في قلب الطاسة والنص التاني بيكون برا، وبين كل طبقة وطبقة بندهنها كويس جدا بالزبدة علشان الفطيرة تطلع مورقة معانا. وبنكمل بنفس الطريقة لغاية ما نخلص كل كمية الجلاش، وبعدين بنضيف الحشوة اللي احنا عايزين نحطها. انا هستخدم مكسرات، هضيف سوداني وزبيب، وينفع تستبدلي الحشوة دي بأي حشوة تانية انت عايزاها. وبعدين بنقفل ورق الجلاش وبندهن بين كل ورقة والتانية دهنة من الزبدة، وبندهن وش الفطيرة دهنة كويسة من الزبدة، وعلى طول ناخدها على النار والنار تكون متوسطة، ونغطي عليها ونسيبها لمدة 3 دقايق، وبعدين بنشيلها وبنقلبها على الجنب التاني. ومهم جدا ان النار بتاعتك تكون متوسطة علشان الفطيرة تستوي من جوه وتطلع معاكي مورقة. وشايفين الفطيرة ما شاء الله عليها واخدة لون حلو جدا. هنغطيها ونسيبها تكمل التسوية بتاعتها، واخدت لون من الجنب التاني واستوت كويس جدا. وشايفين هي قد ايه منفوخة، كده بنعرف ان الفطيرة بتاعتنا مستوية كويس جدا من جوه ومورقة. وفي الوقت ده الفطيرة بتكون ناشفة، هنضيف عليها شوية من اللبن المغلي علشان يطريها. هنضيف لبن لغاية ما الفطيرة تطرى معانا، حوالي كده من كوباية لكوباية وربع من اللبن. وطبعا اللبن اللي انا ضفته كنت محلياه، ضفت عليه 3 معالق كبار من السكر، والسكر هنا بيكون حسب الرغبة علشان الفطيرة تكون مسكرة معانا. وكمان احنا عاملين الفطيرة بتاعتنا حلوة والسكر بتاعها كان مظبوط جدا، وتقدري لغاية هنا تستكفي وما تضيفيش اي حاجة على الفطيرة وهتطلع معاكي حلوة جدا. ممكن بس تضيفي كده عليها من فوق رشة من السكر البودرة او تسيبيها على كده، وهي كده جاهزة على التقديم. احلى فطيرة باللبن والسكر طعمها حلو جدا. او ممكن تكملي بقية الخطوات، هندلعها شوية، هضيف عليها علبة دانة كراميل وهزينها بصوص شوكولاتة بيديها طعم حلو قوي. وشفتوا بقى هي قد ايه طريقتها سهلة بسيطة وما اخدتش اي وقت، بجد تستاهل ان احنا نقوم نعملها. وحقيقي طعمها حلو قوي ومشبعة جدا جنب كوباية شاي بلبن، بجد تحفة. نقطعها ونشوف شكلها من جوه قد ايه طريه، طعمها حلو جدا مورقه، بجد لازم تجربوها هتعجبكم قوي. شايفين بقى شكلها من جوه عامل ازاي، بجد حلوه قوي، والحشوه بتاعتها مظبوطه جدا وقد ايه مورقه وطعمها يجنن. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.